حبايب قلب مرمر، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. النهارده جايه لكم فيديو جديد. لو لسه اول مره تشوفيني متنسيش تنزلي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتدوسي لايك وتزودي عيلتنا. واهلا بيكي في قناه مرمر. بصوا بقى، انا ابتديت معاكم الفيديو كده. بصوا، انا كنت عايزه اعمل لكم صوت وحركات، بس مش عارفه ليه الفيديو بيحظر لي الفيديوهات اللي عليها صور سوري، اللي عليها صوت ونغمات وكده. فانا مش عارفه يعني هحل المشكله دي وهظبطها لكم. بصوا بقى، انا جايلكم فيديو جديد النهارده. عايزه اقول لكم الفيديو على قد ان هو يعني مش كتير، 11 دقيقه بس بجد تعبت فيه قوي وفي مونتاجه. فما تنسوش تشجعوا مرمر حبيبه قلبكم باللايك وبالشير ما بينك وما بين اصدقائك واصحابك. ويلا بينا بقى. بصوا بقى، انا شفت الفكره ديت على من يعني فيديو بتاع واحدة أجنبية. بس طبعا هم حاجاتهم مختلفة شوية عن حاجتنا. بس احنا بقى، بصوا انا هنا كده تعبت. بس احنا بقى بنعمل بالحاجات ايه اللي موجودة عندنا. كانت بتتكلم وكده، بتقول ان لما بنضيف الفرو على المكان اللي بنقعد فيه زي الركنة او الاماكن اللي احنا بنبقى متواجدين فيها، الحاجات دي بتدفي قوي. فانا جربت. عايزه اقول لكم ان انا بسجل لكم الفيديو ده بعد ما جربت بقى. عايزه اقول لكم بجد بتدفي جدا، اعملوها على ضمانتي. وبدل ما تقعدوا تتدفوا بيها بس، لا افرشوها تحتكم وهاتوا واحده تدفوا بيها برضه. ما هو البرد ده ملوش حل يا جماعه، ملوش حل غير كده. فانا فرشتها كده وظبطتها. صحيح تعبتني اول مره، بس تاني وتالت يوم بقيت ان انا عادي افرشها عادي والدنيا تمام ومتظبطه كده. بصوا، اليوم دوت كان اخر اليوم، وكانت اختي عندي وكنا لسه بقى ايه هنسهر وكده. فبصراحة ما عجبتنيش الأوضة، لان احنا بنسهر يعني الوش الفجر. فانا هقوم ادبدب واعمل كل ده وبيبقى جوزي نايم وكده، فحرام يعني بيبقى وراه شغل. فهو كانش لسه طلع من تحت، فانا بقى ايه قلت اخد الفرصة ديت واروق الدنيا. اهو بصوا جه قدامكم، اروق الدنيا كده واظبطها لحد ما ايه مثلا نستعد ان احنا نسهر وكده. بنشغل مسلسل اللي هو على باب العمارة. مش عارفة عارفينه ولا لا، بس عايزة اقول لكم هو حلو جدا وبحبه قوي. روتين ليلي كده سريع، يعني الروتين ده انا بعمله في اي يوم، خصوصا لو انا مثلا ايه هنام بدري مش عايزة اتأخر كده. كنست الارض زي ما انتم شايفين، وكنست من تحت الركنة، وجبت البريكس. اسمه بريكس، وحطيته كده في المية اللي باللافندر. عايزه اقول لكم يا جماعه، نظافه، تعقيم، تطهير، ريحه، بجد اختراع جميل جدا يعني اللي عمله الله يبارك له. هزيت بقى الركنه كده من مكانها وطلعتها ومسحت من تحتها كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم انا مسرعه لكم الفيديو كتير جدا، وكنت عملت بقى تحت بقيه الركنه التانية. انا بس يعني بقول لكم انا عملت ايه عشان تتشجعوا وتقوموا. وجيت بقى للقطعه اللي هي الاخرانيه ديت، اللي هي بتبقى في الوش. انا مش عارفه هما ليه باينين بلاطين كده، بس هما يعني هما اكبر من كده في الحقيقه بصراحه. بس عشان الكاميرا بتاعه الموبايل بتاعي بتصغر المساحات. بس فمسحت كده الأرضية. بس هو في مقطع جه قبل مقطع، يعني المقطع اللي احنا داخلين عليه اللي هو ده، اللي انا بصوا جريت اللي هي اللي في الوش واللي جنبها جه قبله. بس مش مهم يعني، احنا خلاص بقينا عيلة والكلام ده مش هيفرق معانا طبعا، انتوا فاهمين. بعد ما مسحتها كده وسبتها تنشف كلها لحد ما نفض السجادة، دخلت بقى ايه عشان كان ده الميعاد بتاع حمام الزيت بتاع شعري. الفقرة اللي كلكم يعني بتستنوها، والأسئلة الكتيرة اللي على الانستجرام، بتستخدمي ايه لشعرك، بتعملي ايه لشعرك. بصوا، انا الفترة اللي فاتت شعري كانت في أسوأ حالاته بسبب استخدام الحرارة الكتير والنفسية اللي مش متظبطة زي ما انتوا شايفينه بايظ كده ازاي، مش مهتمية بيه. المهم ان انا جبت له زيت علاجي كده من الصيدلية وانا بجربه علشان هو غالي. وللأمانة انا مش هقدر اقول لكم عليه قبل ما انا ايه ما اجربه واشوف منه نتيجة حلوة ترضيني، علشان خاطر اقدر ان انا اقول لكم عليه، عشان دي امانة.
فانا هجربه وهشوف النتيجة. انا حتى جربته عليا مرتين وبعدين جربته لاختي، لما حسيت ان يعني في بداية مثلا قصة 10% كده نتيجة من اللي هو بيعملها. بس برضو انا عندي شعري اول استخدام للحاجة بيبين ان هو حلو جدا. شعري وجسمي حتى معدتي كلي كده، الحاجة اول ما بستخدمها جديد بتجيب معايا نتيجة حلوة. اول لما مثلا اكمل شهر باخد سايد افكت منها، وببقى دايما مش بتجيب معايا نتيجة خالص، كأني ايه ما جبتش اي نتائج. طبعا كنت عملت كده كله الفراغات، مليتها بالزيت وعملت فيها زي مساج كده سريع بحركات دائرية علشان تفتح البصيلات والمسامات، وسرحته كده زي ما انتوا شايفين. المفروض الزيت دوت بتقعدي بيه او حمام الزيت عموما من 2 ل3 ساعات، اقصى حاجة 4 ساعات علشان ما يسدش معاكي المسام. الزيت بيقفل المسام يا جماعة، خلي بالكم. ولما تيجي تغسليه بشامبو يكون بينضف كويس، يعني بيشيل الزيوت والدهون وكل حاجة. خلاص انا بقى كده خلصت، قلت بقى ارجع اكمل. فما تقلقوش يعني، انا باذن الله نتيجته هقولها لكم قريب، اذا كان حلو او وحش. وبرضو ما يعني حلو تمام هنجيبه، وحش في حاجة تاني برضو اغلى منه هجربها. بس بصوا يا انا يا شعري بقى، عشان انا خلاص تعبت منه وتعبت من اللي بيعمله فيا. هنا بقى ايه، لما عملت الفكرة الاولانية اللي هي بتاعة الدفاية، طبعا انا عندي دفايات تاني بس اشكالها مختلفة، بس بصراحة شكلها مش هيبقى حلو. فانا حبيت بقى ان انا ايه اعمل البياضات هنا، عشان ديت بتبقى لما باجي افتح الضرفة دي الضرفة الوحيدة اللي بتتفتح لاخرها، عشان الضرفة التانية ما بتتفتحش من ترابيزة الركنة. فلما باجي اهوي بخاف ان في تراب ولا حاجة يدخل على الحاجة. فزي ما انتوا شايفين كده ابتديت ان انا جبت واحدة مكان اللي انا كنت حطاها دفاية، كسيتها على الظهر وواحدة على المقعد، علشان لما الهواء يخش او التراب يبقى البيضات هي اللي تستلقاه. بس كده، وظبطتهم زي ما انتوا شايفين كده. هي الجزء ده مش مظبوط قوي طبعا، الموبايل كان عامل كمية مشاكل معايا. عايزه اقول لكم انا كنت مفكره ان انا بصور وانا برص المخدات وكلمتكم كتير يعني مفيش اي حاجه جت الحمد لله يعني. جيت بقى على الجزء التاني اللي هو مش متغطي دوت من غير دفايه، حطيت برضو عليه البياضات بس حطيت على المقعد بس، لاني انا مطلعه الشلت مش عارفه شلت ولا اسمها مساند تقريبا، اللي هي بتبقى ناحيه الظهر دي، فمرضتش ان انا ايه اغطيه. كمان كنت هغطيه بشكل بيضات تاني يعني مش نفس الشكل ده. كان عندي بقى غسيل، جيت بقى ايه قعدت ان انا اطبقه كل ده، ويعني بجد تعبت قوي كل ده واحنا مستنيين احنا لسه هنسهر، وسهرنا فعلا واليوم ده طول قوي نايمين الساعة 6 الصبح. هنا كده كانت خلاص تقريبا دخلت علينا الساعة 1. بس عايزة اقول لكم اسلوب ان انت تنامي متأخر ده يا جماعة اسلوب وحش قوي ومش بحبه، وبقى يتعبني جدا. عايزة اقول لكم بيخلص من طاقتك، من نفسيتك، من صحتك، من مجهودك، من كل حاجة. فبلاش السهر. انا الحمد لله رجعت ظبطت نومي تاني، بس لما اختي عندي عشان بحب اقعد معاها وكده فبسهر وكده، بس برجع تاني يعني ان انا انام بدري. خلصت بقى الغسيل كده زي ما انتوا شايفين بسرعة بسرعة، علشان الطبق دوت لو سبتيه مليان غسيل هتلاقيه بيلم كده. هنا بقى بوريكم خلاص كده الشكل النهائي للركنة. عايزه اقولكوا عجبني قوي. وادي الترابيزه والعلبه دي فيها كيكه حطها عشان كنا هناكل منها وبس. بصوا يا بنات، انا جربت الحركه دي وبجد يعني انا حبيت اصور لكم المقطع ده تاني يوم عشان اقول لكم بجد احنا قضينا بقيه اليوم يعني على السهره على الركنه وكده. عايزه اقول لكم اختراع جامد وبيدفي جدا جدا، بغض النظر ان الوانها مش لايقه يعني مع الحيطه دي بالذات، لان هي الالوان دي كلها يعني بتليق مع الجري اهو زي ما انتم شايفين. بس انا ما عنديش غير واحده دفايه الشكل دي
عندي اشكال تانية. فانا هجيب دفايتين واحطهم كده جنب بعض هنا او 3، عشان كمان اضيف للجزء ده كده هضيف له برضو. عجبتني قوي وفكرة جميلة جدا وبتدفي. لو انتوا حابين تجيبوا الدفاية دي برضو، عشان لسه واحدة صاحبتي قايله لي على الموضوع ده لما بقولها انها عجبتني. بتقولي في دفايات بتتجاب بالعرض كده، يعني سوري بالمتر، تحطيها كده على العرض، تقيسي مثلا دول مثلا كده، يعني بالويم 2 متر. لو انتي عايزاها مثلا تطلع وتكسي الحتة دي كده، بتزودي 2 متر ونص، 3 لو عايزاها تكسي لاخرها. بس للجزء ده انا ما للظهر لا، فاهماني؟ وتجيبي برضو مثلا دي متر ونص، تحطي عليها مثلا متر ونص، دي مثلا 2 متر ونص، فتجيبي عليها 2 متر ونص وتحطي. بس انا بصراحة بفكر اشتريه يعني دفايات عشان اكسي كده الظهر زي ده كده. بس عايزه اقول لكم فكره جميله وبتدفي قوي قوي، واحسن من البيضات دي. البيضات دي بتبقى ساقعه، طبعا البيضات شكلها حلو وكل حاجه، بس بتبقى ساقعه في الشتاء. جربوها وقولوا لي رايكم وهتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.